السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كورس تعلم الإكسل للمبتدئين. في فيديو النهاردة هنتعلم كام خدعة كده في دالة صم هتسهل عليكي الشغل في إكسل وهتخليك تشتغل أسرع من غير لخبطة. يلا بينا نبدأ مع بعض. لو عندي جدول بالشكل ده وانا عايزه اجيب اجمالي المبيعات لكل المنتج، بعمل ايه؟ باجي عند العمود اللي فيه اجمالي مبيعات كل منتج وانزل تحت اقول له زي ما اتعودنا صم عادي جدا، واختار العمود، اسلك على العمود كله واقول انتر. دي طريقه تانية اسهل، ان انا باجي اسلك على العمود كله واختار معايا خليه زياده تحتيه واجي اقول alt يساوي، ببص الاقي ان هو جمع لي كل العمود اللي فوق عادي جدا. انا لو جيت دلوقتي خدت الخليه اللي فيها اجمالي المبيعات دي ونقلتها تحت شويه وجيت هنا ضفت منتج جديد مثلا، لاحظوا معايا الرقم اهو ماشي، وجيت ضفت منتج جديد، هبص الاقي ان الرقم ما اتغيرش. ده ليه؟ لان انا لو وقفت هنا كده هلاقي ان هو بيجمع الجزء ده بس، مش جامع معايا الجزء اللي فيه المنتج ده. طب احل المشكله دي ازاي؟ باجي اعمل حاجه تركايه كده في اكسل، بروح عند الفورمولا تمام واختار نيم مانجر واعمل فورمولا جديده واضغط على نيو. هاجي هنا هلاقيه ان هو واقف على الخليه دي اللي انا واقفه عليها، اللي هي بالظبط الخليه دي. انا هعمل ايه بقى؟ انا هسلك على الخليه اللي فوقيها تمام، هو كده اصبح جايب لي الخليه اللي فوقيها. وهاجي اعمل ايه بعد كده؟ ده الايكويشن او العنوان بتاع الخليه اللي فوقيها. انا عايزاه الفورمولا اللي انا هعملها دي تمشي في اي مكان وفي اي شيت، مش شرط في الشيت نمبر 1. لو لاحظتوا هنا هتلاقوا كاتبين شيت نمبر 1، لا انا مش عايز شيت نمبر 1، انا عايزاه على كل شيت. فبعمل ايه؟ باجي كده اشيل كلمه شيت نمبر 1. لو بصيت لقيتها هتلاقيه ان هو عامل خليه ابسوليوت. يعني ايه ابسوليوت؟ يعني في اي مكان هيجمع على الخليه دي، لا انا عايزاه يجمع على الخليه دايما اللي فوقيها ايا كانت الخليه ايه وايا كانت الخليه اللي فوقيها ايه. فانا هعمل ايه؟ هروح شايله اللي هي علامه الدولار دي اللي بتخليها ابسوليوت بالشكل ده، وهاجي اسمي الفورمولا بتاعتي مثلا بريف سيل واقول اوكي. كده انا عملت فورمولا جديده اسمها بريف سيل. واقفل بقى النافذه بتاعتي. هاجي هنا بدل ما هي من I4 ل I12، لا انا هكتب فورمولا جديده بتاعتي اللي هي بريف سيل واضغط ان. لاحظنا هنا هو عمل ايه بقى؟ جمع كل الخلايا دي حتى بالجديده اللي انا عملتها. نجرب كده، لو جينا شلنا دي مثلا وعملنا انتر هبص الاقيه غير لي دي. طب لو كتبت اي رقم هبص الاقيه جمعها لي عادي كده. ده اول تركايه في دالة صم. تعالوا نشوف التركايه الثانيه. انا عندي هنا جدول الموظفين وكل موظف القسم اللي هو موجود فيه وميل ولا فيميل. هنا بيقول لي انا عايز اجمع السالري بس بناء على الديبارتمنت. يعني ايه؟ يعني هو عايز ماي سالاريز اللي موجوده في ديبارتمنت معين او في قسم معين. بعمل دي ازاي؟ باجي اقول له صم وباجي اقف هنا اقول له انت هتجمع المرتبات بس بناء على، اعمل نجمه دي يعني هقول له بناء على، وافتح قوس اسلك عمود الديبارتمنت واقول له لما يكون الديبارتمنت بتاعي اتش ار او القسم بتاعي اتش ار لازم احطها بين دبل كوتيشن واقفل القوس بتاعي واقفل القوس الكبير واقول له ان. اصبح هنا جمع لي السالري الخاص بالاتش ار. عندي بعد كده بيقول لي اجمع لي السالري بقى بس بناء على القسم والنوع. بعمل ده ازاي؟ باجي اقول له يساوي وصم واقول له انت هتجمع السالري بناء على، وافتح قوس لما يكون القسم بتاعي هو اتش ار تمام واقفل القوس الاولاني، وبناء على تاني لما يكون الجندر بتاعي او النوع هو ميل مثلا، لازم اكتبها زي ما مكتوبه تمام واقفل القوس واقفل القوس الكبير واقول له هنا جمع لي كل السالري اللي موجود بتاع الميل. هاجي مثلا اخد دي هنا كوبي عشان نشوف المعادلات بشكل واضح. يبقى اصبح هنا انا عرفت ازاي اجمع بناء على حاجات معينه، مش بجمع كتوتال. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.